النهارده جايين نكمل السلسلة اللي بدأناها الفيديو اللي فات، وهي سلسلة الميثولوجيا. فيديو النهارده هيبقى عن الميثولوجيا النوردية أو الإسكندنافية أو The Norse Mythology. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده زي ما لسه قايل لكم هيبقى عن الميثولوجيا النوردية. بالنسبة للميثولوجيا دي فالموضوع كان صعب حبتين، عشان الميثولوجيا دي بالذات قصصها كتيرة وصعب تعرف انهي قصة في انهي مكان. فانا على قد ما اقدر عملت لك ترتيب زمني كده للاحداث من اول نشأة الكون لحد معركة نهاية العالم او راجناروك. بالمناسبة دي في الميثولوجيا دي تقريبا هي الاشهر من ناحية الشخصيات. تقول لي ازاي؟ اقول لك ان الميثولوجيا دي طلع منها شخصيات كتيره معروفه، واكيد انت هتعرف حد او اتنين منهم. طلع منها مثلا ثور ولوكي واودن، دول اكيد انت عارف مثلا واحد او اتنين منهم. وكمان طلع منها الاقزام والالف، ودول اكيد هتعرفهم لو انت اتفرجت على ذا هوبيت او لورد اوف ذا رينجز. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، عشان ده فعلا بيساعدني اعرف ان نوع الفيديوهات ده عاجبكم. وفي حاله لو النوع ده مش عاجبك او مش عاجبك فتقدر تكتب في الكومنتات النوع الفيديوهات اللي انت حابب تشوفها، وانا يعني هحاول على قد ما اقدر انفذه لك. وبرضه ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام والتيك توك، يظهروا لكم هنا على الشاشه، هنا مش عارف. روحوا اعملوا لي هناك فولو، عشان هناك بينزل حاجات ما ورا الكواليس وكده يعني. قولوا لي برضه رايكم في اللوكيشن ده كده، اضاءه جايه كده، حاجات شغاله ورا، حاجات هنا كده. فلو عجبكم طبعا اعمل لي لايك كده، انا عارف انه عاجبك. وزي المره اللي فاتت هنبدا بقصه نشأة الكون. المره دي بقى ما عندناش كاوس، كان عندنا حاجه تفصل بين مكانين، والحاجة دي اسمها جنونجا جاب، وهي عبارة عن فراغ مظلم كبير بيفصل بين عالمين أو مكانين. هنبدأ بأول مكان معانا وهو اسمه نيفلهايم، وده عبارة عن كوكب جليدي أو عالم جليدي. وتاني مكان معانا وهو موسبلهايم، وفي ناس بتقولها موسفلهايم، وده عبارة عن كوكب ناري او برضو عالم ناري. ما هي يعني ده النقيض بتاع ده. وده كان شكل الكون في الاول، كان عباره عن الثلاث حاجات دول بس، وده قعد لفتره زمنيه طويله على الشكل ده. ازاي بقى حصل تطور للكون ده؟ اقول لك انا دلوقتي في شويه نار اتسربت من موسبلهايم لجنونجا جاب، وفي نفس الوقت في شويه تلج برضو اتسربوا من نيفلهايم لجنونجا جاب. فايه النار مع التلج بدا يسيح، والتلج ده لما بيسيح بينزل نقط. النقط دي نزلت واتشكلت على شكل اول عملاق، واللي هو يمير. ولا مش يمير بتاع اتاك، ده اتاك واخدها من الميثولوجيا النورديه، عشان كده قلت لك الميثولوجيا دي الاشهر من ناحيه الشخصيات. وبلوت تويست، مش دي بس الحاجه الوحيده اللي اتاك اخدها من الميثولوجيا دي. المهم ان انا دلوقتي بتكلم على يمير على انه ذكر، لكن هو في الحقيقه هو ولا ذكر ولا انثى، بس هو يعتبر حاجه ميكس بين الاتنين كده، عشان هو برضه بيقدر يتكاثر ذاتيا. وبرضه يميل ليه اسم تاني وهو اول العمالقه او ابو كل العمالقه، وهتعرفوا ليه اتسمى بالاسم ده. المهم ان يمير وهو نايم يبدا يولد، وبيولد من مكان غريب. بيولد من رجله ولد عدد من العمالقة، والعدد ده كان هو أول جيل في العمالقة، واللي اسمه اليوتنز. هم أول سلالة من سلالات العمالقة، لكن مش أول سلالة في الميثولوجيا النوردية. تقول لي ليه؟ هقول ان في حد موجود بقاله كتير قوي، وتحديدا في موسبلهايم اللي هو الكوكب الناري. في شخص موجود هناك في موسبلهايم، وهو تقريبا الوحيد اللي يقدر يستحمل حرارة المكان هناك. والشخص ده قاعد ومستني الفرصة المناسبة اللي هيخش بيها العالم الميثولوجيا النوردية، والشخص ده يكون هو سورتر برضو، واللي معروف بالعملاق الناري. بالمناسبة هو ظهر قبل كده في افلام، تحديدا في اول فيلم ثور راجناروك. في المشهد البداية خالص لما كان ثور الاول محبوس جوه قفص بيتكلم مع هيكل عظمي، بعد كده بيقع فبيقابل سورتر. خلونا نكمل. بس سورتر مش هنحتاجه دلوقتي، فهنركنه حبة على جنب. مع استمرار ذوبان التلج بتظهر لنا بقرة اسمها ويثمبلا. في ناس بتقول عليها ويثمبلا وفي ناس بتقول عليها ويمبلا او ويمبلا. وده اللبن بتاع ويثمبلا يبقى هو الغذاء الرئيسي ليمير وبقية سلالته. والبقرة دي مش هتنزل لبن كده، لازم هي كمان تتغذى. بتتغذى على الملح اللي في لوح تلج موجود. مع استمرار التغذي ويثمبلا على الملح اللي موجود في قلب التلج ده، كل ما تلحسه بدأ يظهر حاجة. أول يوم ظهر شعر، تاني يوم ظهرت راس، تالت يوم ظهر شخص كامل. والشخص ده يبقى يوري، أو أول واحد من سلالة الأيثير.
والايسير دول يبقوا سلالة من السلالات اللي موجودة عندنا في الميثولوجيا النوردية، السلالة اللي منها اودن وثور، الآلهة اللي انت عارفهم دول. بوري بعد كده خلف لنا واحد اسمه بور. المهم يعني ان بور ده هو بداية القصة اللي هتيجي دي كلها. بور ده كان من الايسير وراح اتجوز واحدة من اليوتنز اللي هما العمالقة، واحدة اسمها بيستلا، وتبقى ابن عملاق اسمه بولثورن. مش عارف نطقت اسمه صح ولا لا، الاسماء في الميثولوجيا دي رخمة وصعبة. المهم ان بور هيخلف من بيستلا 3 ولاد، مش هيبقوا 3 ولاد عاديين، وهيكون عندهم قوة. القوة دي ان هما نص عمالقة ونص من الايسير، اشخاص عندهم قوة ومميزات النوعين مع بعض. مين هما بقى ال3 ولاد دول؟ خليني اقولهم لك. اول واحد اسمه فيلي، ده كان الاول. التاني ذي، والتالت الكبير بتاع الليلة اودن. كل اللي انا بقوله ده كان في البداية خالص قبل ظهور اي حاجة، لما ما كانش فيه غير نيفلهايم وموسبلهايم وجنونجاجاب. والفترة الزمنية كانوا الاتنين متعايشين مع بعض ومتقبلين بعض، بس كان في حاجة معينة هي اللي مضايقة أولاد بور، وهي سرعة تكاثر العمالقة كان في منهم دلوقتي أجيال كتيرة، كانوا بيتكاثروا بسرعة جدا، وعددهم بقت أضعاف أعداد الأيسير، وكانوا برضه بيتغذوا هم أكتر ناس من لبن وسمبلا. وهي دي كانت المشكله اللي بتواجه الاخوات الثلاثه. راح اجتمع اودن واخواته الاثنين عشان يفكروا في حل ازاي يحلوا الحوار ده، فمالوش غير حل واحد قدامهم، وهما انهم يقتلوا يمير. دخل اودن واخواته في معركه مع يمير، وتحديدا في الوقت اللي العمالقه فيهم كانوا نايمين، عشان يضمنوا ان مفيش حد هيتدخل ما بينهم. المهم ان المعركه دي انتهت بموت يمير. الدم بقى اللي خرج من يمير عمل فيضان كبير جدا. الفيضان ده موت كل العمالقة ما عدا 2 بس، والاتنين دول هم اللي هيبقوا السكند جنريشن من اليوتنز. والاتنين دول كانوا بريجلمير ومراته. بعد موت يمير بدأ اودن واخواته ان هم يشكلوا العالم من جسمه. اخدوا بقى جسم يمير وراحوا بيه لنص جنونجاجاب، وهناك بدأوا يشكلوا العالم. عملوا الارض من لحمه، والجبال من عظمه السليم، ومن سنانه وعظمه المكسور عملوا بيهم الحجارة والصخور والمعادن والحاجات دي كلها. ومن دمه عملوا البحار والمحيطات، ومن جمجمته عملوا السماء. راحوا جايين واخدين جمجمته فردوها علشان تغطي العالم كله. من البراغيث اللي كانت في جسمه عملوا بيهم الأقزام أو الدورز، وعملوا برضو بيهم الحيوانات. وعطوا مهمة ل4 أقزام إن هم يشيلوا السما لفوق عشان ما تقعش. تخيل كده معايا، ترى سموا ال4 أقزام دول إيه؟ شمال، جنوب، شرق، غرب. بعد كده خدوا شرارة من موسبلهايم وعملوا بيها نجوم. بعض النجوم دي كانت ثابتة، وباقي النجوم كان ليها مسارات معينة بتمشي فيها. ومن شعر يمير عملوا النباتات، وكده تبقى اتكونت الأرض في الميثولوجيا النوردية. بس في نقطة هنا، الأرض في الميثولوجيا النوردية كانت عبارة عن دايرة بتحيطها المية من كل الاتجاهات، وفي مساحة من الأرض دي واخدينها العمالقة أو اليوتنز. حدد اودن واخواته مساحة معينة من الارض دي وعطاها للعمالقة، وسماها يوتنهايم او عالم العمالقة. وفي يوم من الايام كان اودن واخواته بيتمشوا في الارض بعد ما بدأ الزرع ينبت والشجر يطلع، لقوا شجرتين واقعين من جذورهم. راح اودن اخدهم وبدأ يشكلهم على شكل راجل وامرأة، وبعد كده اداهم الحياة. وفيلي اداهم الذكاء والعاطفة، وبالنسبة لفي فهو اللي عطاهم الحواس اللي هي السمع والبصر والشم والحاجات دي كلها. وسموهم أسك وإمبلا. أسك طبعا الذكر، وإمبلا هي الأنثى. ودول كانوا أول نسل البشر واللي بقية البشر هيجوا منهم. اودن واخواته عطولهم مكان يعيشوا فيه في الارض دي، والمكان ده سموه ميدجارد او اللي هي الارض يعني بتاعتنا دي. بس اقول لك ان البشر فيه خطر عليهم من العمالقه. تقول لي ليه؟ هقول لك عشان هم عايزين ينتقموا من اودن واخواته على اللي عملوه في يمير او ابو العمالقه. ولما اودن واخواته حسوا ان هيبقى فيه خطر على البشر من العمالقه، بنوا حواليهم سور، او بالاصح بنوا حوالين ميدجارد سور مش حوالين الناس، علشان يحموهم من هجوم العمالقة. مش قلت لك مش دي هتبقى الحاجة الوحيدة اللي في الميثولوجيا اللي التاك مكبيرها منهم؟ انهم في الاول اخد يمير عديناها، دلوقتي اخد الاسوار ومش عارف ايه عشان يحمي برضو من هجوم العمالقة. في ايه؟ وبرضه ده يأكد كلامي اللي قلته لك ان دي اكتر ميثولوجيا متاخد منها شخصيات او متاخد منها احداث عامة، او بلاش احداث دي علشان بتوع التاك هيتضايقوا، بتاخد منها افكار. انا كده اعتبر لخصت لك نشأة الكون في الميثولوجيا دي. خليني بقى دلوقتي اكلمك عن شجرة العوالم بتاعت الميثولوجيا دي.
قبل ما نخش بقى في الفصل الجديد، عايزك تعمل لايك لو انت وصلت لحد هنا، ومتنساش تعمل شير مع صحابك يمكن يعجبهم المحتوى اللي انا بقدمه، وسبسكرايب طبعا، واقترح حاجه اللي انت عايزها في الكومنتات، واعمل لي فولو على الانستا وعلى التيك توك اللي هظهر لك هنا بس مش عارف يعني. بس وخلينا نخش بقى على شرح شجره العوالم التسعه. في الميثولوجيا النوردية العوالم كلها موجودة في شجرة واحدة، واللي بتسمى بشجرة العوالم التسعة، وليها اسم تاني برضو اللي هو يجدراسيل. العالم اللي بيعيش فيه ثور ولوكي وأودن واخوات أودن في وفيلي اسمه أسجارد. وانا عارف انت ممكن تفهمها بمعنى تمثيلية أسجارد على طول، وليها برضو اسم تاني اللي هو عالم الآلهة. بالنسبة للعالم بتاعنا احنا كبشر فهو ميدجارد اللي انا لسه قايل لك عليه، ومتسمي باسم ميدجارد علشان هو العالم الرابع في الشجرة دي. هو في منتصف الشجرة، فوقيه 4 عوالم وتحتيه 4 عوالم. فأنا هاجي دلوقتي واشرح لك شجرة العوالم التسعة كلها من أول عالم لحد آخر عالم. في الميثولوجيا النوردية شجرة العوالم التسعة هي عبارة عن شجرة دردار كبيرة. المهم ان جذور الشجرة دي في الارض فيها تحت 4 عوالم، وفي النص في الارض، وفوق في 4 عوالم زي ما انا لسه قايل لك. والعوالم دي بقى فيها كائنات، يعني اي حاجة تخيلها تلاقيها فيها، يعني مثلا زي اليوتنز العمالقة، الالفز اللي هم الجن، والدورفز اللي هم الاقزام، وحاجات زي دي كتير بقى، وبشر وآلهة طبعا، يعني دول الاساس. واسم الشجرة ده جاي من كلمتين يج ودراسيل. يج واللي هي معناها فرس او حصان، ودراسيل دي اللي معناها مخيف، فمع بعض يجدراسيل معناها الفرس المخيف. وليها برضو اسم تاني واللي هو حصان اودن. هقول لك ليه اتسمت بحصان اودن بس مش دلوقتي، بس ممكن تلخيصا للنقطة يعني عشان ما تستناش كتير هقول لك ليه اتسمت بحصان اودن. يعني لو جه حد مثلا دلوقتي بيقول لي ليه اسمها حصان اودن، اقول لك عشان اودن شنق نفسه على اعلى جذع في الشجرة دي فاتسمت بحصان اودن. شجرة العوالم التسعة فيها نوعين من الآلهة. في الآلهة اللي هم زي مثلا ثور، اودن، لوكي، فيلي وكده، ودول اللي اسمهم الايسير. وفي عيلة تانية كده اقل منهم اللي هي منهم اليوتنز ويمير، ودول اسمهم الفانير، وده هنتكلم عليه برضو بس مش دلوقتي، هنتكلم عليه بطريقة اعمق في الجزء التاني من الفيديو ده. عايزكم بس ترحبوا معايا ببطاطس اللي دخلت تبوظ لنا في فيديو انت ايه مصحي دلوقتي. وفي 3 كائنات ساميه واللي هم اعلى من اودن، ودول اللي اسمهم النورنس، وهم اللي بيتحكموا في مسارات حياه كل الاشخاص ومنهم الالهه برضه. وكلامي ده مش بيفكركم بحد كده هتظهر صورته هنا كده. المهم ان النورنس دول 3. اول واحد معانا واللي هو يوردو او السابق. تاني واحد معانا هو فيردانجي واللي معناه حاضر. ما كده انت توقعت مين هو الثالث او مين هي الثالثه واللي هي سكولد او المستقبل. وهم دول ال3 كائنات الاسمى في الميثولوجيا النورديه، واللي هم اعلى من اودن نفسه، واللي بيمتلكوا الحكمه والقوه والمعرفه، وحرفيا اعلى حاجه في الميثولوجيا كلها. لدرجه ان اودن في فتره حس بغيره ازاي هو مش قادر يوصل لمعرفه وقوه النورنس، لدرجه انه طلع لاعلى جذع في شجره العوالم التسعه وشنق نفسه هناك. ان هو كده كان فاكر ان هو هيوصل للحكمه اللي هو عايزها، بس يعني ما تقلقش فهو ما ماتش. هي ليها قصه غريبه كده حبتين. اقول لكم القصه دي كده باختصار. اودن كان قاعد على العرش بتاعه في اسجارد، وكان شايف النورنس بقوتهم ومعرفتهم وحكمتهم، وحس بغيره وقال انا ازاي مش قادر اوصل لقوه ومعرفه النورنس. واصلا اودن كان مجنون بالسلطه والمعرفه والقوه عامه. المهم ان اودن طعن نفسه برمح وراح شنق نفسه على اعلى قمه في شجره العوالم التسعه. فضل شانق نفسه لمده 9 أيام على أمل إنه كده هياخد حكمة ومعرفة النورنس، ومنع أي إله إن هو يساعده. وكان شايف إن تضحيته دي هي اللي هتخلي النورنس يدوله اللي هو عايزه. في اليوم الثامن وكان أودن خلاص قرب يموت، فعلا النورنس قبلوا تضحيته دي وعطوله اللي هو كان عايزه، واللي هو كان العلم والمعرفة والقوة والحاجات دي كلها. وعشان كده اتسمت شجرة العوالم التسعة باسم حصان أودن أو فرس أودن، لأن في قمتها
اودن قدر يوصل للعلم اللي هو كان عايزه. خلونا بقى نرجع للكلام بتاعنا. شجرة العوالم التسعة ليها 3 فروع، وكل فرع من الفروع دي ليه العوالم بتاعته. واول فرع فيهم واللي اسمه يور، وده الفرع اللي فيه عالم اسجارد او اللي هو عالم الالهة، وده اللي الالهة قاعدين فيه وبيعملوا فيه اجتماعاتهم بعيد عن البشر وباقي الكائنات. وتاني فرع وهو ايفرجليم، وده ممتد لحد نيفلهايم كوكب التلج. وتالت فرع والاخير واللي هو اسمه ميمسبرنر، وده ممتد لغاية يوتنهايم او عالم العمالقة. وده الشكل العام للشجرة بتاعة العوالم التسعة. بس بقى تعالى اقول لك مين هم العوالم التسعة اصلا. واول عالم في العوالم التسعة وهو عالم اسجارد او عالم الالهة، وده اللي بيحكم فيه اودن ومراته فريج وابنه ثور. موجود جوه اسجارد مكان اسمه فالهالا، وانت اكيد سمعت الاسم ده كتير بقى اذا كان في العاب افلام. وفالهالا ليها اسم تاني واللي هو جنة المحاربين. وممكن تكون عارف يعني ايه فالهالا، المكان اللي ارواح المحاربين اللي بيموتوا في المعارك بيروحوا له. بس مش اي محارب يروح فالهالا، لازم اودن هو اللي يختاره عشان يجي في الاخر يساعده في معركة نهاية العالم واللي هي برضو اسمها راجناروك. وبالنسبة للي اودن مش بيختارهم فهم بيروحوا مكان تاني اسمه فولكفانجر، وده اللي بتحكمه الالهة فريا، مع انها من الفانيل واللي هم ادنى من الايسير بس برضو لسه عايشة في اسجارد. ولكن ده لانها اسيرة حرب الايسير والفانيل، ودي برضو هنتكلم عليها في الجزء التاني من الفيديو. واسجارد بيتقال عليها انها المدينة الذهبية، مليانة ابراج عالية قوي مصنوعة من الذهب، وكمان فيها عرش اودن اللي من هو قاعد عليه يقدر يبص على اي عالم من العوالم الثمانية ويعرف ايه اللي بيحصل فيهم. وبيتقال برضو ان اسجارد فيها شجر تفاح لما بتاكل منه بتفضل شباب، عشان كده تلاقي كل الآلهة قاعدين هناك وكلهم يعتبروا شباب. نخش بقى على تاني عالم معانا في شجرة العوالم التسعة واللي هو عالم يوتنهايم أو عالم العمالقة، وده العالم اللي موجود تحت أسجارد على طول. وما بين أسجارد والعالم ده نهر اسمه ايفنج. النهر ده مش صعب خالص انك تعديه، بس ساعات كده حبة آلهة بيعدوا النهر ده ويروحوا يوتنهايم عشان يدوروا هناك على اي واحدة يكافئوا بيها نفسهم. وانا وانت فاهمين انا اقصد ايه بيكافئوا بيها نفسهم. وعلى فكرة لو ما كنتش تعرف يعني فلوكي اصلا واحد من آلهة العمالقة، بس في مصادر بتقول ان هو موجود في اسجارد كأسير حرب او كخدعة منه، علشان اصلا لوكي هو اله الخداع جاد اوف ميسشيف. وفي برضه مصادر تانية بتقول ان اودن اتبنى لوكي وهو صغير. وبيتقال ان في بعض الاوقات اودن برضه بيروح يوتنهايم، بس مش عشان يعمل شبه الالهه الباقيين ويكافئ نفسه، لا، ولكن بيروح علشان هناك يستشير واحد اسمه ميمير. وميمير ده بيتقال عليه ان هو من احكم الشخصيات في يوتنهايم او في الميثولوجيا النوردية كلها، وان اودن نفسه كان بيروح عشان يستشيره في حاجات. نخش بقى في العالم الثالث معانا وهو عالم الالفهايم، واللي هو برضو عالم الالف الجن، واللي بيحكمه فرير، واللي هو يبقى الاخ التوأم لفريا واللي بتحكم فولكفانجر في اسجارد اللي هي الجنة الدرجة الثانية. سكان العالم ده معروفين بانهم جن مضيئين، بمعنى ان ليهم جمال ونور اكتر من الشمس، وبيتم وصفهم على انهم اكتر المخلوقات عدلا وانصافا ومش بيتدخلوا في اي حروب. ورابع عالم معانا واللي انا قلت لك عليه ما بين الثلاثه اللي فوق والثلاثه اللي تحت، واللي هو عالم ميدجارد، عالم البشر. ميدجارد اتخلق على ايد اودن واخوه فيلي، وهما اللي خلقوا الراجل الاول والمراه الاولى زي ما قلت لك. واودن عمل حوالين ميدجارد الاسوار عشان يحميهم من بقيه العوالم. والوسيله الوحيده عشان تروح بيها الميدجارد هي البايفروست. ولو انت ما تعرفش ايه البايفروست فهو عباره عن جسر في قوس قزح. ولو انت بتتفرج على افلام مارفل فانت اكيد شفته في افلام ثور، وشفته في ثور اول جزء، ثور ذا دارك وورلد، ثور راجناروك، ثور لاف اند ثاندر غالبا، مش متاكد من دي، وانفينيتي وور، واكيد شفته في افنجرز اول جزء. عامه يعني فعلا مارفل انت اكيد شفته اكتر من مره، ولو دورت عليه هتلاقيه ان هو عباره عن جسر قوس قزح ما بين اسجارد لميدجارد. والعالم الخامس واللي هو موسبلهايم، العالم الناري، وده كان من اول الحاجات اللي موجوده في الميثولوجيا النورديه في الاول خالص. زي ما قلت لك كان نيفلهايم وجنونجلاب وموسبلهايم، واللي بيحكم موسبلهايم هو العملاق الناري سورتر اللي انا قلت لك عليه.
والعالم السادس واللي هو عالم سفيرتلهايم من الاخر يعني ده العالم بتاع الاقزام او الدورفز، وليهم برضو اسم تالت واللي هو الجن الاسود، وده اللي موجود تحت ميدجارد على طول، لان سكانه بيحبوا يعيشوا تحت الارض وبيحبوا الضلمه. واصلا اسم سفارتلهايم ده او سفيرتلهايم معناه العالم المظلم، وبيتقال ان الاقزام دي هي الاكثر مهاره في صناعه الاسلحه في الميثولوجيا النورديه كلها، وهم برضو اللي صنعوا مطرقه ثور. ولو انت متابع مارفل كويس، ففي فيلم انفينيتي وور لما الجارديانز لقوا ثور في الفضاء قال لهم لازم نروح النوير، بعد كده قال لهم مش هينفع نروح النوير غير لما نروح نيدافلير حاجه كده، مش عارف النطق بصراحه، بس قالوا له ليه، قال لهم ان ده المكان اللي بيطلع منه اقوى الاسلحه. فلما راح هناك لقى ان ايتري اللي هو كان من الاقزام كان عمل الجانتل بتاع ثانوس، وهو خلاه برضه يعمل له الستورم بريكر بتاعته. خلونا نكمل بقى العالم السابع وهو نيفلهايم اللي انا لسه قايل لك عليه، اللي هو كان العالم الجليدي وزيه زي موسبلهايم بالظبط. هو كان من اول العوالم اللي موجوده في بدايه نشاه الكون في الميثولوجيا النورديه. فخلينا ما نرغيش كتير ونخش على العالم اللي بعده واللي هو العالم الثامن واللي قبل الاخير، واللي هو عالم فانهايم او عالم آلهة الفانير اللي هم الادنى على طول من الايسي. شايف دول فين في اول القمه بتاعت الشجره، ودول فين دول قبل الاخير تحت خالص. والعالم ده ما اتذكرش عنه اي حاجه تقريبا غير ان هو العالم اللي بيعيش فيه آلهة الفانير، وانه عالم الخصوبه والسحر، بس ده اللي اتقال عليه. فخلونا على طول بقى ايه نخش في العالم التاسع والعالم الاخير وتحت خالص. يعني ايه؟ يعني الجحيم. وده بقى اسم العالم بتاعنا الاخير واللي هو هايم او عالم الجحيم او عالم الموتى. ليه اسماء كتير، واللي بتحكمه هيل بس بال واحده مش دبل ال. والمفروض ان هيل هي بنت لوكي، عكس الافلام خالص. في الافلام هيل ما كانش اسمها هيل، كان اسمها هيلا. وهيل كانت منفيه في هيلهايم عشان ايه؟ تجاوزت جبروت اودن وكانت عايزه تستولي على العالم كله، فاودن نفاها. ولما رجعت كانت الاخت الكبيره لثور ولوكي. لوكي ما يعتبرش ان هو اخو ثور، في ناس بتقول ان هو ملوش علاقه بثور، هو مجرد اسير حرب او عامل خدعه عشان يفضل قاعد في اسجارد مش اكتر. ولكن زي ما قلت لك الافلام مش بتاخد الحاجه بالظبط من الميثولوجيا، لازم ياخدوا ويحطوا التاتش بتاعهم عشان ما يبانش ان هم مكبرينها. فده اللي الافلام بتعمله والانمي والمسلسلات. انت عندك حاجه زي فايكنجز مثلا، ما هو نفس الكلام عن الميثولوجيا النورديه. فهي هيل هنا بنت لوكي. قول لي طب هي ليه هي اللي تحكم هيلهايم بعيد عن الاسم يعني طبعا عشان مش ناقصه استظراف. هي هقول لك ان وقت ما اتولدت هيل واخواتها الاثنين التانيين فينرير وجورمنجاند، حس اودن ان الثلاثه دول هيحصل منهم مشاكل كتير قوي، فراح مفرقهم عن بعض. خلى جورمنجاند هو اللي يدافع عن عالم البشر، وهيل خلاها هي اللي تحكم هيلهايم. بس ما نعرفش بقى عمل ايه في فيرنير اللي هو الاخ التالت ده، مش مذكور عنه اي حاجه. بس السؤال هنا مين هم اللي بيروحوا هيلهايم اصلا؟ اللي بيروحوا هيلهايم هم المحاربين الخاينين او اللي ما ادوش واجبهم كامل في الحرب. بس بص بيني وبينك اللي اودن ما يعرفش يدخلهم فالهالا او حتى فولكفينجر. بيتقال ان عالم الموتى مستحيل حد يطلع منه. بيتقال برضو ان اودن نفسه حاول يطلع منه ابنه ومعرفش. تقول لي طب هو مين ابنه؟ ثور؟ هقول لك لا، هو ثور مش ابن اودن الوحيد. كان ثور عنده اخ اسمه بالدر، والقصه بتاعت ازاي بالدر مات وازاي اودن حاول يطلعه من هيلهايم دي كلها كده هقولها لك في الفيديو الجاي، مش اللي جاي على طول، الجزء التاني يعني. وبس كده اكون قلت لك تقريبا نص قصه ميثولوجيا نورديه. ما كنتش هقدر ان اعملها لك كلها في جزء واحد. ان شاء الله بعد الفيديو ده فيديو الميثولوجيا المصريه، وبعديها هينزل لكم على طول الجزء الثاني. لو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك واعمل لي سبسكرايب، مش هتخسر حاجه يعني، دي تك بعد كده عملت خلاص سبسكرايب، وهتعمل لي شير مع صحابك يمكن يعجبهم اللي انا بعمله يمكن ما يعجبهمش، مش هتخسر حاجه يعني لو عملت، مش ده اللي هيرهقك. واكتب لي في الكومنتات عايز تشوف مني ايه، عايز فيديوهات ايه تانية، وبس كده. سلام.